السلام عليكم. انا عبد الرحمن وانت بتشوف سلسله حلقات كوره تيوب. سلسله حلقات كوره تيوب دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بسال سؤال معين وبحاول ان انا اجاوب عليه من خلال ابحاثي، من خلال قراءاتي، من خلال وجهه نظري. طبعا ممكن يحتمل الصواب ويحتمل الخطا، ولو انت عندك وجهه نظر مختلفه عني حاول تسيبها لي في التعليقات والكومنتات وانا هقراها. وده يخلينا نفتكر، لو انت بتشوفني على الفيسبوك ما تنساش تعمل لي فولو، ولو انت بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تعمل لي سبسكرايب. السؤال بتاع النهاردة هو: ما هي حلقة الجحيم التي تكرر نفسها؟ وده السؤال بتاع النهاردة. من قيمة كام يوم كنت بقرا كتاب فن اللامبالاة لمارك مينسون، وطبعا الكتاب ده كان من أكثر الكتب مبيعا وترجم 35 لغة. وطبعا بسبب اللاعب محمد صلاح لما ظهر ان هو في حتة كده بيقراها من الكتاب، انتشر الكتاب على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي، لدرجة ان الكاتب نفسه ارسل رسالة شكر للاعب محمد صلاح ان هو نشر كتابه وشهر كتابه. طيب ايه هي بقى حلقة الجحيم التي تكرر نفسها؟ عشان اقرب لك الفكرة، مارك مينسون بيقول لو انت شخص عصبي فبتحاول ان انت طبعا تبعد عن العصبية، ولكن بتواجهك حاجات بتخليك تتعصب، فانت بتتعصب على ان انت اتعصبت عشان انت عصبي فبتزداد عصبية. هي دي حلقة الجحيم اللي تكرر نفسها. طيب من قيمة فترة انتشر على السوشيال ميديا حاجة اسمها البودكاست. البودكاست دي عبارة عن تسجيلات صوتية، بيتم شخص بيسجل نفسه صوتيا او بيستضيف حد معاه مثلا، وبيكون الحد ده المنتشر يعني. بيستضيف حد وبيتكلموا بقى عن قصص نجاحه، ازاي وصل للي هو وصل له، سواء بقى في الإدارة، في البيزنس، في مثلا شهادة معينة حصل عليها، في سفرية، في منحة، في جايزة رياضية وهكذا. وغالبا بيكون الشخصين دول هم من المؤثرين على السوشيال ميديا، وغالبا بيكون الاتنين دول بيستضافوا في بودكاست تاني، وبتلاقي ايه عمالين يتنقلوا من بودكاست لبودكاست لبودكاست، بتسمع نفس الكلام متكرر ونفس الحكاوي تقريبا. طيب ايه بقى اللي انا عايز اقوله؟ اللي انا عايز اقوله ان في شخص مثلا، ولنفترض اسمه محمد ده بيقرر ان هو يطور من نفسه من خلال ان هو يسمع بودكاست، وبيبدأ يسمع بودكاست في التاني، في التالت، في الرابع. برغم ان البودكاست مفيد وبرغم ان هو بيديله خبرة سنين من ناس، الا ان محمد اصابته حاجة سلبية ادت الى الاحباط، والى ان هو حس باكتئاب وحس بتوتر وحس ان هو فاشل. وده الجانب السلبي للبودكاست اللي مش هتلاقي ناس كتير جدا بتكلمك عنه وبتقولك عليه. الناس دي بتحس بالشعور دوت ليه؟ لان السوشيال ميديا دايما بتوصل لك رسالة، وهي انا افضل منك، انت فاشل. دايما بتقارن نفسك وحياتك بناس سافرت، بناس حققت نجاحات، واحد ألف كتاب، واحد أخد شهادة معينة نفسك تاخدها، واحد سافر واشتغل بره وبقى يقبض بدولار وانت لسه كحيان وبتشتغل في نفس الشركة انت شغال فيها في مصر وبتقبض بالجنيه. وواحدة مثلا اتجوزت مثلا قبل منك، واحدة خلفت وعملت فوتو سيشن للبيبي اللي لسه هيجي، وبتعمل له فوتو سيشن وبتاع، وبتبين لك بطنها وبيبي جوه وبتاع، ومش عارف مين سافر ومين عمل. فده بيؤدي الى المشاعر سلبية، وبتحس ان انت نفسك تبقى زيهم، عايز تعيش عيشتهم، لان هم بيوروك لقطة معينة من حياتهم، بيوروك اللي هم عايزينك يوروهولك. طيب ده ادى الى ان الناس بقت تحس باحباط، باكتئاب، بان هي محققتش، بان هي موصلتش، بان هي فاشلة، على الرغم ان حياتهم ممكن تكون كلها نجاحات. طيب ليه الناس بتحس الاحساس ده؟ بسبب 4 حاجات. اول حاجة، الناس عايزة تتميز، الناس عايزة تكون مميزة. فلما بتشوف ناس مميزة وبتبص على حياتها كده بتلاقي ان حياتها عادية، مفيش حاجة انا انجزتها الواو، مفيش حاجة انا اتكلم عنها، فانا بحس ان انا مش زي الناس دي، مش زي الناس المؤثرين واللي بيطلعوا يتكلموا، فانا مش مميز. رقم 2، البحث عن المكانة. الناس دايما بتدور على مكانة عالية لنفسها، فلما بتبص لحياتها بتلاقي ان حياتها عادية. ممكن يكون اللي يعرفوك بس هم اصحابك واهلك وجيرانك، وممكن يكونوا بينسوا اسمك او بينسوك. فانت بتحس ان انت ما عندكش مكانة،
مش زي الناس دي. رقم 3، ان انت دايما بتحس بالظلم، ان انت ما عندكش الامكانيات ولا الموارد ولا العلاقات اللي عند الناس اللي بيستضافوا في البودكاست بتاعت البيزنس بالذات. فتلاقي واحد مثلا يجي يقول لك انا بدأت مشروعي من الصفر. بدأت بكام؟ بدأت ب1,000,000 جنيه. طيب هو ده بالصفر؟ يعني هو هل يعقل ان 1,000,000 جنيه ده الصفر؟ يعني اما اللي تحت الصفر ده ايه يعني؟ او يعني مش فاهم يعني ايه؟ يعني ايه بدأت مشروعي ب1,000,000 جنيه؟ فالناس بتحس ايه ده؟ هو الناس دي عايشة في ليفل تاني مختلف وبتتكلم بلغة اللي هو ايجيبت، واحنا عايشين في وادي تاني خالص. احنا بنحارب كل يوم عشان حتى نتوظف، مش عشان نبقى انتربرنور. فدي رقم 3. رقم 4، الناس بيحسوا بضغط اجتماعي، ان دايما اهالينا عايزيننا ننجح، عايزيننا احسن من ابن خالتنا ومن ابن عمتنا ومن ابن عمنا ومن ابن مش عارف مين، ابن الجيران نفسهم. احنا عايزينك تبقى احسن من ابن الجيران. فالضغط الاجتماعي ده خلاك تحس ان انت لازم تبقى مميز في كل حاجة، لازم تطلع الاول على الفصل، لازم تكون صلاح الدين، لازم تكون انت الهداف، لازم تكون انت نمبر 1. طيب لو ما بقيتش نمبر 1 ايه المشكلة؟ فده الثقافة اللي بقت تترسخ جوانا، ودي الثقافة اللي بقت تتنقل لنا من البودكاست، ان انت دايما لازم تكون انت الوان مان شو، دايما ان انت تكون انت اللي تحت الضوء. حتى الناس اللي بيستضيفوهم في البودكاست دي قليل جدا لما تلاقي حد مثلا بيتكلم عن الفريق، بيتكلم عن الموظفين، او بيستضيف موظف مثلا معاه وبيقول لك ان الموظف دوت هو اللي ساعدني ان انا انجح الشركه دي. زي مثلا عبد الغفور ما نجحش لوحده، كان معاه ناس وراه هم اللي بينجحوه. مهم. فدول 4 حاجات اللي بيخلوا الناس يحسوا دايما بالتوتر، بالاحباط، والصحة النفسية عندهم بتقل بسبب متابعتهم للناس الناجحين وسماعهم قصص النجاح، ان هي بقت تحسهم ان هم مش قادرين يوصلوا للناس دي، مش قادرين ينجحوا. طيب وده بيعمل لهم حلقة من الجحيم المتكررة والتي تكرر نفسها. ليه؟ لان هو بيكون داخل البودكاست او داخل بيسمع الحاجة المفيدة دي عشان يطور من نفسه. فجأة بيطلع منها وهو حاسس ان هو فاشل، ان هو ما عملش حاجة في حياته، ان هو مش زي الناس اللي كان بيسمعهم دول، ان هو مش ما عندوش انتاجية زي الناس دي. طيب عشان الحلقة ما تبقاش كئيبة، ايه الحل؟ الحل في 8 خطوات. اول حاجة ان انت لازم تبص للمستقبل، ركز في المستقبل، ركز انت عايز تعمل ايه بالظبط، ركز ان انت بودكاست اللي انت بتسمعه دوت او بتتفرج عليه انت عايز تطلع منه بايه عشان تحقق ايه في المستقبل. وحدد اهدافك، حدد اهدافك بطريقة اللي هي السمارت جول، تكون اهدافك محددة بدقة. طيب رقم 2، ان انت تبدأ تشتغل بقى بجد على نفسك. ما تقعدش تتابع البودكاست ورا بودكاست ورا بودكاست وكأن ده الانجاز الوحيد اللي في حياتك. ركز على حياتك بقى، على شغلك، وابدأ اشتغل. ما البودكاست دوت مش هيحقق لك نتائج، البودكاست ده مجرد وسيلة مش غاية ان انت تقعد تسمعها. طيب رقم 3، ان انت ما تقارنش نفسك بالناس. ان انت ليه تقارن نفسك من الشخص اللي انت قاعد بتسمعه؟ هو ليه حياته وليه نصيبه وليه قصته، انت شخص تاني مختلف. فما تكونش نسخة من الاخرين، ما تقارنش حياتك بحياته. ودي غلطة اتزرعت في من اهالينا واحنا صغيرين، ان هم كانوا بيقارنونا باخواتنا، بيقارنونا بقرايبنا بجيراننا الى اخره. انت ليك حياتك، ليك قصتك، فركز في حياتك انت بس. رقم 4، ركز على تنمية ذاتك. البودكاست هي وسيلة لتنمية الذات وليست غاية، فركز على تنمية ذاتك. البودكاست مش هي الحاجة الوحيدة اللي بتطور بيها نفسك، في حاجات كتير ووسائل كتير، منها القراية، منها ان انت تحضر كورسات، منها ان انت سواء اونلاين او اوفلاين، منها ان انت مثلا تتعلم لغة، تتعلم كمبيوتر، تتعلم حاجات شغلك لازم ان انت تتعلمها عشان تطور من نفسك في شغلك بيها. والحاجة اللي بعد كده ان انت تركز على ايجابيات حياتك. المشكلة المقارنة ان هي بتخلينا ننسى ان المميزات اللي موجودة في حياتنا، بتخلينا ننسى الحاجات الايجابية والنجاحات اللي احنا عملناها في حياتنا وكأنها ما كانتش موجودة. فركز على الحاجات الايجابية في حياتك. الحاجة اللي بعد كده
لو انت ما قدرتش تطلع بره الدايرة دي، حاول تبحث عن دايرة دعم، سواء بقى من اصحابك المقربين، اخواتك، سواء بقى ممكن تروح لحد مثلا كوتش او منتور، او ممكن تروح لاخصائي نفسي يلحقك من الدايره المغلقه اللي انت ممكن تخش فيها دي، لان انت بتقارن نفسك وبتحس ان انت محققتش حاجه. الحاجه اللي بعد كده ان انت تبعد عن السوشيال ميديا، ابعد شويه عن السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا بتصيبك بحاجه اسمها فومو، كنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هو fear of missing out، ان انت بتخاف ان يفوتك شيء. ومع الاسف ان انت مش هتعرف تتفرج على كل البودكاست الموجوده وكل القنوات اللي موجوده على اليوتيوب او على انغامي او على السبوتيفاي او ساوند كلاود، مش هتعرف تتفرج على كل القنوات وكل الحلقات، مش هتعرف. فابعد عن السوشيال ميديا، لو هي هتضغط عليك وتحسسك ان انت ما حققتش حاجه، ابعد عنها. ابعد عن لينكد ان، لو حسيت ان لينكد ان في ناس عليه تنانين وانت بيطلعوا نار من بقهم وانت كحيان ما حققتش حاجه، ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه مميزه، ما عملتش حاجه واو. ومش لازم ان انت كل يوم تضيف محتوى على لينكد ان او على فيسبوك او على اليوتيوب عشان تثبت ان انت موظف شاطر او انتربرنور او راجل بقى شغال وكده. مش شرط ان انت تقدم حتى محتوى خالص، طالما انت بتشتغل على نفسك وبتطور نفسك وبتطور مهاراتك وبتنجح على الارض. النجاح على الارض اهم من النجاح الافتراضي. ودي عيوب البودكاست، وهي دي حلقة الجحيم التي تكرر نفسها. اتمنى تكون الرسالة وصلت، واتمنى الفيديو ما يكونش طول. شكرا.